يا شباب تعالى احكي لكم النهارده تجربتي في الشغل كواحد لسه في اولى الكليه، وقد ايه ان التجربه دي يعني علمتني حاجات كتير قوي عن نفسي وعن الدنيا اللي احنا فيها دي يعني وعن الناس عامه. اولا كده هي كاكسبيرينس مليون في المية كنت يعني راجع بيها الزمن هاخدها تاني تمام عادي. بس من دلوقتي بقى لقدام عمري في حياتي ما اروح اشتغل في شركه واروح اشتغل عند حد تاني. نبدا بس كده بالحاجات الايجابيه، هي تجربه انت لازم تاخدها كده كده يعني، حتى اي حد في سني ده بالذات لازم يكون بيجرب او هيجرب الفكره دي ان هو يروح يشتغل كده شغل. ده الشغل اللي أنا اشتغلته كان حاجه اسمها حاجه شبه الكول سنتر كده، اسمها ايه، اسم غريب كده، اسمها تيلي ماركتنج. يعني هو تكلم ناس على التليفون في امريكا، تقول لهم احنا صباح الفل يا باشا الساعه 6 الصبح عارف صحتك من النوم، بس احنا بنبيع كذا كذا، تحب تشتري بومبرز كده يعني، فاهم؟ انا كده ما كنتش ببيع بامبرز يعني، كنا بنبيع حاجات طبيه كده، بس مهما كان يعني. تاني حاجه ان انت عرفت التجربه بتاعت ان انت يكون معاك تيم ويكون معاك ليدر فوقيك وانت ازاي تاخد قرارات من حد وتطبقها ازاي، وازاي تتعامل بقى مع الناس كشغل بروفيشنال شويه. فالمكان اللي انا فيه ده كنا كلنا بنتعامل كصحاب عادي، فاهم؟ بس هو برضه صحاب في الشغل، فاهم؟ فهتفرق عن صحاب العاديين. تالت حاجه بقى انا اتعلمت ازاي ان انا غصب عني اقعد اعمل حاجه انا لازم اعملها. يعني دي مش ناس كتير قوي عندهم القدره ان هم يقعدوا غصب عنهم لفترات طويله يعملوا حاجه. فانت لما تكون مضغوط ان انت لازم تعمل الحاجه دي غصب عنك، فانت بتعلم السكيل دي غصب عنك برضه، فاهم قصدي؟ انا كنت بقعد لمده 9 ساعات ورا بعض على التليفون بتكلم ناس بيشتموني وبيقولوا لي لا وبيقولوا مش عايزين او يقفلوا في وش السكه لمده 9 ساعات ورا بعض. تالت حاجه اتعلمت سكيل مهمه جدا، دي بقى سكيل انا بجد كنت هبقى محتاجها قوي قدام. ازاي ابيع؟ انت بقى بتكلم واحد عنيد ومش عايز يشتري وكبير في السن، فهو فهمه تقيل شويه، وتحاول تقنعه يشتري حاجه هو مش عايز يشتريها ومش محتاجها، فاهم؟ فان انت لو عرفت تعمل ده فانت هتعرف تبيع لاي حاجه لاي حد قدام عادي. ندخل بقى على الوحش، وهو الوحش كتير قوي الصراحه. يعني اكتر حاجه في بالي دلوقتي ان انا اليوم كله كان بيضيع في حاجه انا ما بحبهاش ومش عايز اعملها وبعملها كتير لمده ساعات كتيره جدا، 9 ساعات او اكتر كمان. زياده بقى الطريق رايح جاي ان انا ببقى تعبان مش قادر اعمل اي حاجه تانية في حياتي، وان انا ما بحبهاش. يعني هو اكتر حاجه في دماغي ان انا بعمل حاجه انا ما بحبهاش، ودي حاجه انا مش عايز اعملها. عشان كده الفتره دي انا مركز قوي ان انا هدخل في موضوع البيزنس، هافهم كل حاجة موجودة ممكن تفهم في موضوع البيزنس ده، انزل السوق اشوف بعيني